السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من مامي كرافتس. بعد ما اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت وتعلمنا التزايد سواء في القطع العادية أو في الشكل الدائري في الكروشيه، فجي ميعادنا النهاردة ان احنا نتكلم عن التكنيك التاني وهو التناقص. التناقص بالانجليزي بيبقى اسمه decrease، وبيجي رمزه في الباترونات المكتوبة بيكون رمزه DEC، وطبعا في الباترون المرسوم كل ما نيجي نتعلم التناقص في غرزة هحط لكم شكل التناقص بتاعها في الباترون المرسوم بيكون ازاي. التناقص فكرته قايمة على اني عايزة اقلل عدد الغرز اللي انا بشتغل فيها، وبالتالي هقلل حجم القطعة اللي انا شغالة فيها، وده طبعا بيكون حسب الباترون اللي انا شغالة منه. ازاي بعمل ده؟ بعمله عن طريق ان انا بدمج غرزتين او اكتر مع بعض في نفس الغرزة وبخليهم غرزة واحدة. ازاي هنعمل ده؟ ده اللي هنتعلمه ان شاء الله النهاردة. فيلا على طول بسم الله نبدأ فيديو النهاردة. اول حاجة هنتعلمها وهي التناقص في غرزة الحشو. التناقص في غرزة الحشو بيكون ليه نوعين. اول حاجة هو التناقص العادي، وده اللي هناخد طريقته دلوقتي. دي قطعة من سطور الحشو اشتغلناها وهنرتفع سلسلة علشان نتنقل للسطر اللي بعده وهقلب الشغل. هنعتبر ان الباترون طالب مني اني اتناقص في اول غرزتين، تمام؟ فهاجي ادخل في الغرزة الاولى عادي خالص كأني هعمل حشو، هاخد الخيط وهطلع. المفروض عشان اكمل الغرزة فانا هاخد الخيط وهطلع من الحلقتين، لا انا باجي عند اخر خطوة قبل ما اقفل الغرزة او انهيها بسيبها كده مفتوحة زي ما هي، وهقوم داخلة في الغرزة اللي بعدها كأني برضو هشتغل حشو جديدة، واقوم واخدة الخيط وطالعة. تمام كده بقى عندي 3 حلقات على الابرة، هقوم واخدة الخيط وطالعة من ال3 حلقات مع بعض. دلوقتي بقى عندي غرزة حشو واحدة، دمجت الغرزتين الاولانيين دول، دمجتهم وخليتهم غرزة واحدة. فكرة التناقص قايمة ان دايما اخر خطوة في الغرزة مش بكملها، بسيب الغرزة مفتوحة وبدخل في اللي بعدها وادمجهم هما الاتنين او اقفلهم هما الاتنين كغرزة واحدة. هنعتبر كمان ان في تناقص في الغرزتين اللي بعدهم، هدخل كأني بشتغل حشو عادي خالص ومش هكملها، هدخل في اللي بعدها وبرضو كأني هعمل حشو، هلاقي عندي 3 حلقات على الابرة، هقوم واخدة الخيط وطالعة من ال3 حلقات مع بعض. كده بقى عندي غرزتين هما تحت 4، ولما تناقصت فيهم بقى فيه 2 بس. نكمل الجزء ده ثبات ونرجع نعمل تناقص في اخر 4 غرز. هنا اعمل تناقص، هدخل عادي كأني هعمل حشو وهطلع، مش هكمل الغرزة، هدخل في اللي بعدها وكأني هعمل حشو وبرضو مش هكملها، وبعدين هقوم واخدة الخيط وطالعة من ال3 حلقات اللي على الابرة. تمام يلا كمان واحدة، هدخل كأني هشتغل حشو عادي خالص ومش هكملها، وبعدين هدخل في اللي بعدها، هاخد الخيط واطلع كأني هعمل حشو. هلاقي عندي 3 حلقات على الابرة. دي الحلقة الاولى، دي الحلقة اللي كانت على الابرة اصلا بتاعة الشغل، ودي بتاعة الحشو الاولى، ودي بتاعة الحشوة التانية. هقفل ال3 مع بعض بنفس الغرزة، وبالتالي هلاقي القطعة اخدت معايا الشكل اللي انتوا شايفينه، بدأ حجمها يقل كده شوية طول ما انا طالعة. وطبعا عدد الغرز هلاقيه قل عن ما انا كنت بادئه. انا كنت بادئه ب10 سلسلة وسبت سلسلة واشتغلت 9 غرز حشو. دلوقتي هنعدهم نشوفهم بقوا كام، 1 2 3 4 5، بقوا 5 غرز بس. نكمل كمان السطر اللي بعده، نقرب الصورة المرة دي وهنقلب الشغل بتاعنا. هاجي في اول غرزة هعتبر انه قايل لي اتناقص في الاتنين دول مع بعض. تمام هدخل في اول غرزة كأني هعمل حشو عادي خالص ومش هكملها. تمام مش هكمل، هقف عند المرحلة دي، هدخل في اللي بعدها كأني برضو هعمل حشو،
هلاقي عندي 3 حلقات على الابرة. هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض. طيب ممكن التناقص يجيلي باكتر من غرزتين؟ ممكن يجيلي ب3. وخلينا نجرب في ال3 غرز اللي فاضلين دول. هخش في اول واحده كاني هشتغل حشو ومش هكملها، هخش في اللي بعدها كاني هشتغل حشو برضو ومش هكملها، هخش في تالت واحده كاني هعمل حشو. هلاقي عندي 4 حلقات على الابره. هقوم واخده الخيط وطالعه من كل الحلقات مع بعض. كده انا عملت تناقص في 3 غرز مع بعض، يعني دمجت ال3 غرز اهم. ال3 غرز دول 1 2 3 دمجتهم وخليتهم غرزة واحدة. احنا اول سطر تناقص عملناه عدينا الغرز كانوا 5، دلوقتي بقوا 2 بس، بقوا غرزتين 1 2، والشكل بقى معانا زي ما احنا شايفين كده. ده بالنسبة للتناقص العادي في الحشو. يلا نشوف النوع التاني من التناقص. النوع التاني من التناقص في غرزة الحشو وهو التناقص الخفي، واسمه بالانجليزي invisible decrease. ايه الفرق بينه وبين التناقص العادي؟ ان التناقص الخفي بيكون شكله مش باين اكتر، الفراغات اللي بتنتج عنه بتكون بسيطة، يعني بيكون في الشكل انعم من التناقص العادي. معظم استخدامه يعني بيبقى في الشغل الاميجرومي في الالعاب، عشان بس شكل اللعبة يكون انسيابي اكتر وما يكونش مؤثر قوي على شكلها او مبوظ الشكل. هنرتفع سلسلة عشان نتنقل للسطر اللي بعده. هنيجي هنا كده، انا في التناقص العادي كنت بخش تحت الغرزة كده، لا في التناقص الخفي زي ما احنا اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا الغرزة بتتكون من جزئين، اللي هو ال7 دي في ضلع اسمه الباك لوب، والجزء اللي قدام ده اسمه الفرونت لوب او الجزء الامامي. ده الضلع الخلفي للغرزة وده الضلع الامامي، الباك لوب والفرونت لوب. انا في التناقص الخفي بدخل في الفرونت لوب بس. هنشتغلوا بقى ازاي؟ ان احنا الابرة بتاعتي هخليها لفوق كده عشان اعرف ادخل في الفرونت لوب ده بسهولة كده، تمام. وهقوم جاية داخلة في الفرونت لوب بتاع الغرزة التانية على طول كده، تمام. بقى عندي 3 حلقات على الابرة، الحلقة اللي بتاعة الابرة اصلا، والفرونت لوب بتاع الغرزة الاولى، والفرونت لوب بتاع الغرزة التانية. هقوم سحبة الخيط وخارجة من ال3 حلقات مع بعض، تمام. هلاقي كده الغرزتين بقوا غرزة واحدة، غرزتين بقوا غرزة واحدة. يلا نجربها تاني. هخلي الهوك بتاعي لفوق كده عشان اعرف ادخل الفرونت لوب بتاع الغرزة الاولى، وهدخل على طول في الفرونت لوب بتاع اللي بعدها، وبعدين هسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات اللي على الابرة، تمام. خلينا من قريب شوية. هقلب الهوك بتاعي لفوق كده عشان اعرف ادخل في الضلع الامامي للغرزة بالشكل ده، وهدخل في اللي بعدها على طول في الفرونت لوب بتاعها، تمام. بقى عندي 3 حلقات على الابرة. هقوم سحبة الخيط وطالعة من ال3 حلقات مع بعض كمان مرة، هدخل في اللي بعدها على طول بالشكل ده، وبعدين هسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات. نشتغل الاخيرة دي ثبات. نتنقل للسطر اللي بعده. هنشتغل تناقص برضو. هدخل بالهوك كده في الفرونت لوب بتاع الغرزة الاولى، وهدخل على طول في الفرونت لوب بتاع الغرزة التانية بالشكل ده. هلاقي عندي 3 حلقات على الابرة. هسحب الخيط واطلع من 3 حلقات تاني. هدخل الفرونت لوب بالشكل ده، وهدخل في الفرونت لوب اللي بعده
كده، وهسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات. وده بيكون شكل القطعة بعد ما عملنا التناقص. طبعا حجمها قل وعدد الغرز كمان قل، والتناقص الخفي زي ما احنا شايفين مش بيبقى باين فيه فراغات قوي زي التناقص العادي، كانت الفراغات بتاعته باينة اكتر. بالنسبة للتناقص في النص عمود فبرضو فكرته سهلة. هنرتفع سلسلتين عشان نتنقل للسطر اللي بعده وهنقلب الشغل. احنا قلنا ان فكرة التناقص قايمة انه اخر مرحلة في الغرزة مش بكملها ومش بقفل الغرزة، لا بسيبها مفتوحة وادخل في اللي بعدها. تمام. فهناخد لفة خيط على الابرة كأني هشتغل غرزة نص عمود عادي خالص. هدخل تحت الغرزة، هاخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 3 حلقات. تمام. كنت هاخد الخيط واطلع منهم عشان اكمل النص عمود، لا هقف لحد هنا وهسيب الغرزة مفتوحة زي ما هي. هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها كأني هعمل نص عمود تاني. هاخد الخيط وهطلع، هلاقي عندي على الابرة 5 حلقات. الحلقة الاولى اللي كانت على الابرة اصلا، الحلقتين التانيين بتوع اول نص عمود، والحلقتين التالتين دول بتوع النص عمود التاني. هقوم واخده الخيط وطالعه من ال5 حلقات اللي على الابره. تمام. هلاقي عندي اول 2 نص عمود بقوا عندي نص عمود واحد او غرزه واحده. كمان مره هاخد لفه خيط على الابره، هدخل في الغرزه الاولى كاني هعمل نص عمود عادي. هاخد الخيط واطلع، مش هكمل الغرزه، مش هقفلها، هسيبها مفتوحه زي ما هي. وبعدين هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، اخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 5 حلقات كده بالشكل ده. هاخد الخيط واطلع من ال5 حلقات كلهم مع بعض. وهو ده التناقص في النص عمود. خلينا نعمل اللي في النص دي ثبات، يعني فوق كل غرزة غرزة. هاجي في اخر غرزتين دول نعمل فيهم تناقص. هاخد لفة خيط على الابرة، هدخل في الغرزة، اخد الخيط واطلع، هسيب الغرزة مفتوحة كده مش هقفلها. وبعدين هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، اخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 5 حلقات. هاخد الخيط واطلع من ال5 حلقات كلهم مع بعض. هلاقي القطعة اخدت معايا الشكل ده، بدأت تطلع على اقل، وطبعا عدد الغرز هلاقيه قل عن ما كنت بادئه. خلينا نكمل. نرتفع سلسلتين، نتنقل للسطر اللي بعده، نقلب الشغل. هناخد لفة خيط على الابرة، ندخل في الغرزة كأننا هنشتغل نص عمود. وبعدين هاجي في المرحلة دي مش هقفل الغرزة، لا هسيبها مفتوحة زي ما هي. هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، هاخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 5 حلقات. هاخد الخيط واطلع من ال5 حلقات كلهم مع بعض. خلينا نعمل اللي في النص دي ثبات عادي، ونرجع نتناقص في اخر غرزتين. هاخد لفة خيط على الابرة، هدخل في الغرزة الاولى، هاخد الخيط واطلع، وهسيب الغرزة مفتوحة كده زي ما هي مش هكملها. هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، هاخد الخيط واطلع، هلاقي عندي على الابرة 5 حلقات زي ما احنا شايفين كده. هاخد الخيط واطلع من ال5 حلقات كلهم مع بعض. وده بيكون شكل القطعة بعد ما عملنا فيها تناقص بغرزة النص عمود. اما بالنسبة للتناقص في العمود بلفة، نشتغل الارتفاع 2 أو 3 عادي مش مشكلة. هنبتدي كأننا هنعمل عمود بلفة عادي. هناخد
لفة خيط على الابرة، هندخل تحت الغرزة بالشكل ده، هاخد الخيط واطلع في العمود بلفة، بناخد الخيط وبنطلع من اول حلقتين، وعشان اقفل الغرزة وانهيها المفروض هاخد الخيط واطلع كمان من الحلقتين دول. لا، انا هاجي في اخر مرحلة قبل ما اقفل الغرزة زي ما اتفقنا، هقف وهسيب الغرزة كده مفتوحة زي ما هي، وهقوم واخده لفة خيط على الابرة وداخله في الغرزة اللي بعدها عشان برضو اعمل كأني هعمل عمود بلفة تاني. اخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، يبقى انا كده عملت نص الغرزة. لسه المرحلة الاخيرة، هلاقي عندي 3 حلقات على الابرة، هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض، ويبقى انا كده عملت التناقص في العمودين اللي تحت دول، خليتهم بقوا فوق عمود واحد. نجرب كمان في اللي بعدها. هناخد لفة خيط على الابرة كأني هعمل عمود بلفة عادي، هدخل تحت الغرزة، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، وبعدين هسيب الغرزة مفتوحة كده زي ما هي مش هقفلها. هاخد الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها، اخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، هيتفضل عندي 3 حلقات على الابرة، هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض. كمان لفة خيط على الابرة، هدخل تحت الغرزة كده، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، وهسيب العمود بلفة بتاعي كده مش كامل، مش هكمله، هسيبه مفتوح، وهاخد لفة خيط على الابرة وادخل في العمود اللي بعده، اخد الخيط واطلع، واخد الخيط واطلع من اول حلقتين. هيتفضل لي 3 حلقات، حلقة الابرة اصلا، والحلقة اللي انا سبتها من العمود بلفة الاولاني، والحلقة اللي انا سبتها من العمود بلفة التاني، وبعدين هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض. تمام، خلينا نكمل باقي السطر ثبات. عايزين الناحية دي تكون كلها ثبات او تكون مستقيمة، والناحية التانية هنعمل بس فيها تناقص عشان نكون شفنا برضو التناقص والفرق بينهم بشكل مختلف كده بالشكل ده. ممكن نبتدي نعمل التناقص من هنا. هناخد لفة خيط على الابرة، هندخل في الغرزة، هناخد الخيط ونطلع، هناخد الخيط ونطلع من اول حلقتين، وهسيب العمود بلفة بتاعي كده مش هكمله او مش هقفله. هاخد لفة خيط على الابرة، هدخل في العمود اللي بعده، اخد الخيط واطلع، وبعدين هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين. هيتفضل عندي 3 حلقات على الابرة، هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض. كمان هاخد لفة خيط على الابرة، هدخل في الغرزة، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، كأني بالظبط شغالة عمود بلفة عادي، بس هقف عند المرحلة دي. تمام، هاخد الخيط وادخل في العمود بلفة اللي بعده، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، هلاقي عندي على الابرة 3 حلقات، هقوم واخده الخيط وطالعه من ال3 حلقات مع بعض. هلاقي عندي القطعة اخدت الشكل ده زي ما احنا شايفين. خلينا نكمل عشان الشكل يبان اكتر. نتنقل للسطر اللي بعده ونقلب الشغل. ناخد لفة خيط على الابرة، ندخل في الغرزة، ناخد الخيط ونطلع من اول حلقتين، هنلف الخيط على الابرة، ندخل في العمود اللي بعده، ناخد الخيط ونطلع، ناخد الخيط ونطلع من اول حلقتين، وبعدين هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات مع بعض. من مرة هاخد لفة خيط على الابرة، ادخل في الغرزة، اخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، وبعدين هاخد لفة خيط على الابرة وادخل في اللي بعدها، هاخد الخيط واطلع، هاخد الخيط واطلع من اول حلقتين، وبعدين
هاخد الخيط واطلع من ال3 حلقات مع بعض. خلينا نشتغل الاخيرة دي ثبات. ده بيكون الشكل بعد ما اشتغلنا تناقص العمود بلفة، اشتغلناه من ناحية واحدة والناحية التانية اشتغلناها ثبات عادي، فطبعا باين الفرق. وبكده نكون خلصنا فيديو النهاردة اتكلمنا فيه عن التناقص في غرز الحشو والنص عمود والعمود بلفة. يا رب ان شاء الله يكون الشرح واضح وتكون الفكرة وصلتكم. ان شاء الله تحاولوا تطبقوا عليها عشان تثبت عندكم اكتر وتتقنوها. لو حد ليه اي سؤال او استفسار تقدروا تسيبوا لي سؤالكم في كومنت تحت الفيديو او تتواصلوا معانا من خلال صفحة الفيسبوك والانستجرام. لينكات الفيسبوك والانستجرام موجودة تحت في الديسكريبشن بوكس، وكمان موجود في الديسكريبشن بوكس كل لينكات الفيديوهات اللي فاتت للي حابب يتعلم معانا من الاول خالص. وان شاء الله تستنوا الفيديو الجديد، فان شاء الله استنونا وتابعونا.